اوعي تكوني لسه بتضيعي فلوسك في محلات شوي السمك بره، او بتقضي وقت كبير وانت بتشوي السمك في فرن البوتاجاز. تعالي بقى النهارده هقولك على فكره حلوه قوي تخليكي تشوي اكبر كميه من السمك في اقل وقت وباقل مجهود، وهيطلع حلو باذن الله من ايديك الحلوين ويطلع زي العسل. شوفي لي بقى التسويه اللي شبه الزبده دي ولا الخلطه الرهيبه اللي عليها، بجد انتوا لو عملتوها هتعتمدوا الطريقه بتاعتي باذن الله في كل مره هتشوي فيها السمك. يلا بقى ما تنسيش تحطي اللايك من ايديك الحلوين ونوريني باشتراكك في القناة. انا دلوقتي هفتح لكم كمان بطن السمك عشان تعرفوا ان التسوية كانت مظبوطة وزي الفل. يلا بينا مع بعض نفتح كده. عارفين السمك ده يا جماعة نوعه ايه؟ دي سمكة الرنجة. قولي بقى انت عندكم بيتباع في المحافظة اللي انتوا قاعدين فيها؟ ولو بيتباع بكام؟ انا بجيب السمك ده مجمد من المحافظة اللي انا قاعدة فيها. بصوا بطروخ الرنجة يا جماعة بجد كان رهيب، انا اتبسطت قوي ان لقيت البطروخ اللي هو المرمل او المحبب ده. مين بيحبه زيي؟ اللي بيحبه يكتب تحت في الكومنتات ويقولي لي عندكم السمك بكام. شوفوا الجمال، بجد كان طعمه رهيب، بجد احلى حاجة في السمكة دي البطروخ بتاعها. شوفي ازاي بطن السمكة مستوية وكانت زي الفل، وفي 5 دقايق كنا خلصنا. اول حاجة هنا هتجيبي الجريل لو موجود عندك وتحطي فيه شوية ردة صغيرين وتكوني مولعة عليه النار، بس النار هادية. لو ما عندكيش جريل يا ست الكل بتجيبي اي صينية عندك قديمة، صينية ألومنيوم او اي صينية انت مستغنية عنها وبتخصصيها لشوي السمك، وبتحطي فيها في الأرضية بتاعتها شوية ردة كده ناعمين. الردة دي طبعا بتجيبيها من عند العطار سايبة، وتبدأي ترشي في الصينية بتاعتك او الجريل بتاعك شوية ردة، وبعدين تغلفي السمك بتاعك كل السمكة من جميع الاتجاهات بالردة بتاعتك، وبعدين تحطي السمك بتاعك في الجريل او في الصينيه وتغطي عليه، وكل شويه بتقلبيه. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى شويه رز كده ناكلهم جنب السمك ده، كان طعمه رهيب. حبيت هنا اسجل لكم طريقه عمل الرز لان في بنات صغيره او لسه متجوزه ولسه مش بتعرف تظبط الرز معاها. تعالي بقى هقول لك ازاي تظبطي النهارده الرز، وان شاء الله باذن الله كل مره تعمليه يطلع حلو زي الفل. هتجيبي اول حاجه شويه رز وتحطهم في الزيت وتحمريه. انا بعمل هنا ده الرز اللي هو حبه وحبه، انما لو مش عايزه تعمليه وعايزه تعمليه بالشعريه بتضيفي برده الشعريه مكان الرز. وبعدين بتجيبي لكل كوبايه رز بتحطي عليها كوبايه ميه، ده الرز المصري العادي، وكل كوبايه رز عليها كوبايه ميه عليها معلقه صغيره من الملح، ده المعيار بتاعي. انا هنا عامله كميه الرز بتاعتي انتوا تشوفوها ان هي قليله، بس ده لان على قد عدد افراد الاسره بتاعتي، وكمان احنا مش بنحب نكتر الرز عشان ايه؟ انتوا عارفين بقى يا جماعه عايزين نظبط كده وما نطلعش من الشتا تخاه. وهنا كنت خلاص خلصت الرز وغطيت عليه، وهنا كنت بقلب معاكم السمك عشان اشوفه كده واتابعه. شوفوا انا هنا كل شويه كنت بقلبه لما بحس ان هو خلاص ابتدى يستوى من الجنب ده ارجع اقلبه على الجنب التاني لحد ما حسيت ان التسويه تمام وزي الفل. انت اصلا هتحسي من شكلها كده ان هي خلاص استوت، وهنا كنت خلاص بدات اطلعها. ويلا بينا ناخد السمك ونعمل على طول الخلطة بتاعته وهو سخن كده عشان يتظبط معانا والملح بتاعه يبقى مظبوط. هنا كنت خلاص بحط السمكة الأخيرة يعني، فقلت بقى ايه ما احط تحتها شوية رد عشان انا كنت نسيت احط. طبعا انت مع كل مرة بتحطي فيها بتحطي شوية رد. هنا بقى يا جماعة دي الخلطة اللي انا عاملاها معاكم في فيديو التتبيلات، ارجعوا ليها بإذن الله تعجبكم قوي لو جربتوها وتعتمدوها بإذن الله في كل مرة هتشوفوا فيها. انا على طول جبت الخلطة بتاعتي خدت منها معلقتين 3 كده على حسب كمية السمكة اللي عندي، ونزلت عليها بشوية مية مغلية، وعلى طول بسقي بيها السمكة. هنا كده الوقت التمليح بتاع السمكة دوت انسب وقت ان هو وهي لسه سخنة، عشان ما تستنيش لما تبرد منك فمش هتمتص التتبيلة او الملح بتاعك. وشوفوا بقى فايدة التتبيلات والحاجات اللي احنا بنجهزها والتفريزات بتاعتنا بتسهل علينا الدنيا ازاي. وان شاء الله كمان في الفيديو ده هستخدم معاكم حاجة من اللي كنت مفرزاها قبل كده وتعجبكم باذن الله وجربتوها هتسهل عليكم بجد الوقفة في المطبخ. انا كنت خلصت الطبخة دي كلها يعني في 10 دقايق كده بالكتير بالظبط، الشوي والرز وكل حاجة. وطبعًا أكلة السمك ما تحلاش إلا بطبق سلطة كده حلو من إيديك الحلوين. جربي السلطة بالطريقة اللي أنا باعملها دي بإذن الله يبقى طعمها حلو من إيديكِ زي العسل. باجيب هنا الطماطم وأقطعها، وعندي هنا كمان بصلاية صغيرة وأقطعها، وأضيف دلوقتي مكون واحد على السلطة هيخلي طعمها في حتة تانية خالص. عايزاكِ تتشجعي أنتِ كمان وتشوي السمك في البيت، بجد هيوفر وقت ومجهود كبير، وكمان هتوفري فلوس. تمن شوي السمك قولوا لي أنتوا عندكم بتشووا الكيلو بكام في المحافظة بتاعتكم؟ أنا عندي هنا يا جماعة ال2 كيلو بتشووا ب25 جنيه في بعض المحلات، وكمان في محلات بتشويهم ب30 جنيه، فأنا قُلت بقى ليه حرام يعني 30 جنيه أدفعهم في شوي السمك، أنا عين ال30 جنيه دول ينفعوني في وقت تاني بإذن الله. أنا نسيت أقول لكم إن أنا حطيت على السلطة بتاعتي شوية فلفل من اللي كنت مفرّزاهم، وحطيت كمان معلقة من التتبيلة بتاعة السمك عليها، وهو ده المكون اللي بيودّي طعم السلطة في حتة تانية خالص. كمان في إضافة مميزة جدًا بتخلّي طعم السلطة بتاعتِك حلو أوي، بتحطي شوية سكر صغيرين مع شوية الملح، شوية الكمون، وشوية خل، ودي كده كانت السلطة بتاعتي، ومع السلامة.